السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما في كل مكان. رب زدني علما وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ. طيب، في الانجليزي انا عندي بتاع 12 زمن في الانجليزي. انت كطالب في اولى ثانوي او كطالب في اي حتة في اي مادة في اي مكان، انت بتحتاج التسع ازمنة بس اللي بتحتاجهم. تمام، هو دول المقررين اصلا عليك. تمام، وهم دول الاهم اصلا يعني. تسع ازمنه انا مش هذكرهم دلوقتي، ولكن هقول لك ايه اهم الازمنه بقى. ها، وتحفظهم ازاي وطريقه كده ايه سلسه كده ايه بالبلد يعني. انا عندي عايزك تقسم لي الماضي كده على اليمين والمضارع على الشمال. الماضي على اليمين هنقول ايه؟ تعال، ماضي ماضي ماضي، مضارع مضارع مضارع، ثلاثة هنا وثلاثة هنا. طيب، ماضي بسيط، ماضي تام، ماضي مستمر، مضارع بسيط، مضارع تام، مضارع مستمر. طيب، اولا الماضي ناخد اتنين اتنين. الماضي البسيط بستخدمه في ايه؟ الماضي البسيط بستخدمه ان في حاجه او حاجه حصلت من فتره وخلصت. هي حاجه حصلت من فتره وخلصت، انت عملت حاجه في الماضي وخلصت. انا لعبت كوره امبارح، انا سافرت امريكا السنه اللي فاتت، انا رحت هولندا من شهرين، لا قليل، من سنتين. حاجه حصلت وخلصت، انا بحكي لك على حاجه حصلت وخلصت، ده في ماضي ايه؟ ماضي بسيط. طيب، ايه اللي بستخدمه؟ ايه بستخدم الفاعل لما باجي اكتب، فبكتب الفاعل وبكتب التصريف التاني من الفعل. بليه؟ احنا عندنا الفعل ليه ثلاث تصريفات: مصدر، والتصريف التاني اللي هو بيبقى في الماضي، والتصريف التالت في الماضي بستخدمه في حالات معينه. تمام، ثلاث تصريفات زي كلمه بلاي، بلاي، بلايد، بلايد. دي الثلاث تصريفات بتوعها: مصدر، تصريف تاني، تصريف تالت. لازم انك تحفظهم، التصريفات دي لازم انك تحفظها. طيب، نيجي احنا وقفنا فين؟ وقفنا عند التصريف الثاني. بستخدم الفاعل في الماضي. اول حاجه بذكر الفاعل اللي هو اي، هي، شي، ات، ضمائر الفاعل كلها، او بستخدم اسم احمد، منى، حسين، سيد، ايا كان. تمام، وبيجي بعدهم ايه؟ بيجي بعدهم التصريف الثاني، فبقول اي الفاعل، بليد، بليد التصريف الثاني الفعل، بليد، بليد. اه، فوتبول، فوتبول كرة قدم، كرة قدم. يسترداي، اي بلايد فوتبول يسترداي، انا لعبت كرة امبارح. تمام، وي از بقى كل بقى الجمل اللي في الماضي او اي حاجة حصلت في الماضي نفس النهج كده. طيب، ده بالنسبة للماضي البسيط. نيجي ليه بقى؟ ناخد المضارع، ناخد الماضي التام. بس قبل ما ناخد الماضي التام انا عايز اخد معاك كده ايه مضارع بقى. بعد كده ايه ننزل اتنين اتنين. مضارع بسيط، مضارع بسيط بتكلم فيه ازاي او بتكلم فيه عن ايه؟ المضارع البسيط بكل بساطة انا بتكلم فيه عن حاجة، عادة بعملها كل يوم، الروتين بتاعي. انا بصحى الصبح بدري، انا بشرب قهوة كل يوم، انا بلعب كورة بعد كده برجع انام. الحاجة الطبيعية اللي انا بعملها كل يوم، عادات، عادات طبيعية بعملها كل يوم. اي عادة بعملها بستخدم المضارع البسيط. وكمان بستخدمه امتى؟ بستخدمه لما بكون عايز اقول اي حقيقه، اي حقيقه علميه ببقى عايز اقولها، فبستخدم برضو المضارع البسيط. زي الشمس، الكواكب بتدور حوالين الشمس، دي حقيقه علميه، فبستخدم الايه؟ المضارع. طب مثلا الميه يعني بتخلينا ان احنا عايشين او ما نقدرش نعيش من غير الميه، فدي حقيقه، فبستخدم الايه؟ المضارع البسيط. بكونه ازاي؟ بالتكوين بتاعه بستخدم، بقول الفاعل اي او هي او شي او ات او اي اسم. تمام، الفاعل وبيجي بعديه الفعل، يا اما في المصدر يا اما متضاف عليه اس. تمام. طيب، امتى بيجي في المصدر؟ امتى بيجي مضاف عليه اس؟ بيجي في المصدر لما بستخدم وي وزي ويو. فاجي اقول يو بلاي، بلاي في المصدر، يو بلاي بس. وي بلاي، زي بلاي، كده الفعل في المصدر. طيب، لما استخدم شي وهي وات، فبقول ايه؟ بقول she plays، he plays، it plays. ولكن لما بستخدم I من ضمنهم برضو، I، we وزي ويو، بقول الفعل في المصدر. I play، you play، they play، we play، نحن نلعب، هكذا. تمام، ده بالنسبة للمضارع البسيط. تمام، عرفنا استخدامه وعرفنا تكوينه. كمان هنخش على بقى الماضي المستمر. تمام، والمضارع المستمر. نخش على الماضي المستمر اللي هو لو انت اعمل معايا جدول كده بس كده علشان ايه تبقى عارف احنا بننزل ازاي. الماضي المستمر، بنستخدم الماضي المستمر لما بنتكلم عن حاجه هي حصلت في الماضي وكانت مستمره فتره معينه، فبقدر هنا او في اللحظه دي بستخدم الماضي المستمر. زي اما اجي اقول مثلا انا
لعبت كورة امبارح من الساعة 5 للساعة 6، او من الساعة 7 للساعة 10 كده. حاجة كانت مستمرة فترة معينة فبستخدم فيها الماضي المستمر. تمام. انت حاجة في الماضي كأنك بتحكي قصة. انا كنت بلعب كورة من الساعة كذا للساعة كذا، او انا سافرت من هولندا وبعد كده وسافرت من هولندا لتركيا وقابلت صديقي. انت بتحكي قصة او حاجة حصلت فترة معينة في الماضي، تمام، كانت مستمرة لمدة معينة. كمان بستخدمه لما بيكون في حاجة قطعت حاجة، يعني لما بيبقى في حدث قطع حدث فبستخدم الماضي المستمر. لما اجي اقول مثلا انا كنت بلعب كورة امبارح وصاحبي اتصل بيا، او انا كنت مثلا ماما كانت بتطبخ مثلا الاكل وانا رحت مثلا اكلت من الايه، من الياطفس يعني، اكلت من الايه، من الاكل بتاعها وهي بتطبخ. فدي حاجه قطعت حاجه او حدث قطع حاجه. بس لاحظ هنا لما يكون في حدث قطع حدث تاني، ففي الحاله ديت الحدث التاني دوت بيبقى ماضي بسيط، بيبقى ماضي بسيط، وبيبقى فيه 3 روابط اساسيين، هي وين واس وويل، وين واس وويل. تمام. تمام. ده الماضي المستمر. فاضل ايه؟ تكوينه. الماضي المستمر علشان اكتب كلمة في الماضي المستمر فانا بستخدم الفاعل، وبيجي بعد الفاعل was او were. was بتيجي مع I وشي وهي وات. it was, he was, she was. و they ووي، they ويو بياخدوا where، بياخدوا where. تمام. وبعد كده الفعل بيبقى شكله عامل ازاي؟ هل هو بيبقى تصريف اول، تصريف تاني، تصريف تالت؟ الفعل بيبقى في التصريف ما بيبقاش فيه اي تصريف، لكن بيبقى مزود له verb ing. يعني play بزود لها ing. اجي اقول I was playing. I was playing ing. I was playing football. انا كنت بلعب كورة. وبعد كده بقى بتحكي بقى ايه اللي حصل معاك بقى في الايه، في الحاجة. تمام. دي بالنسبة للماضي المستمر. طبعا كلمات الدالة عليه بتبقى او اللي بستخدمها لما بتكلم ماضي مستمر. اكتر كلمات اللي بستخدمها هي when وويل واس. when will واس. تمام. طيب نيجي بقى للمضارع المستمر. يبقى كده تاني حاجة هنا، خدنا تاني حاجة هنا وخدنا ايه، هناخد تاني حاجة. المضارع المستمر بيتكلمنا عن ايه؟ المضارع المستمر بكل بساطة بيتكلمني عن حاجة، يعني ايه، حاجة حصلت، حاجة بتحصل دلوقتي. المضارع المستمر بيكلمني عن حاجة بتحصل دلوقتي، حاجة بتحصل دلوقتي حالا، حاجة بتحصل دلوقتي في لحظة الكلام، في لحظة الكلام حاجة بتحصل ايه دلوقتي، او حاجة بتحصل تدريجيا برضو دلوقتي. ده الاكتر استخدام ليه او الاقرب استخدام للمضارع المستمر. طيب بعد كده تكوينه هيبقى عامل ازاي؟ بص، بكل بساطة المضارع المستمر بيتكون من الفاعل، وبيجي يا اما ام او از او ار، ام او از او ار. وبعد كده الفعل بيبقى شكله عامل ازاي؟ الفعل بيكون مزود له اي ان جي برضه. لاحظ مضارع مستمر اي ان جي، ماضي مستمر اي ان جي. تمام. عايزك تربط بين الحاجات ديت. فبستخدم الايه، الفعل مزود له اي ان جي. فبقول ايه؟ اي بتاخد ام. تمام. I am playing. I am playing. انا بلعب فوتبول، كرة قدم now. I am playing football now. انا بلعب كرة قدم الان. انا بتكلم عشان حاجة بتحصل دلوقتي، فطبعا في كلمات دالة. فكمان بستخدم في ايه، ممكن اقول she is playing football، هي بتلعب كرة الان. او we are playing football، نحن بنلعب كرة الان. طبعا مش عارف كل المثال جاي على الكرة ليه، يمكن عشان بحب الكرة يعني ولا حاجة. ما علينا، مش بحب الكرة اصلا، عادي يعني. طيب يبقى كده عرفنا الماضي المستمر، المضارع المستمر وبنستخدمه ازاي. تمام. خد بالك انا في الاخر هقول لك بقى الكلمات الدالة على كل زمن، بس انا عاوزك تحفظ الفكرة معايا وترتبها كده في دماغك زي ما انا مرتبها. طيب نيجي بقى للايه، للماضي التام. الماضي التام ده هي حاجة تمت في الماضي. بس الحاجة اللي تمت في الماضي ديت هي حاجة حصلت في الماضي. الحاجة اللي حصلت في الماضي ديت حصل حاجة بعديها في الماضي برضو، يعني حصل حاجة قبليها او بعديها في الماضي برضو. يعني انا بحكي على حدثين حصلوا في الماضي. طيب في حدث قديم قوي اللي هو حصل الاول في الماضي، وبعد كده الحدث الاحدث اللي هو حصل في الماضي برضو. تمام.
فالحدث بقى، الحدث اللي حصل في احنا كده بنتكلم عن الحدثين. طيب الحدثين، الحدث الاقدم دوت، الحدث الاقدم دوت ده ماضي تام، والحدث الاحدث منه شويه ده ماضي بسيط. طيب يعني ايه؟ اوضح لك، ادي لك مثال. لما اجي اقول لك انا اكلت انا اكلت وبعد ما اكلت رحت لعبت كوره، يبقى انا ايه اللي عملته الاول؟ انت اكلت الاول وبعد كده عملت ايه؟ رحت لعبت كوره. يبقى الحدث الاول الاقدم دوت اللي هو انت اكلت ده ماضي تام، والاحدث منه اللي انت رحت لعبت كوره فده ماضي بسيط. طيب مثال تاني، لما اجي اقول لك انا ذاكرت وبعد ما ذاكرت رحت النادي، فالحدث الاقدم ده ايه؟ ان انت ذاكرت الاول فده الاقدم. طيب ماشي، انا بتكلم في الماضي التام ده ان حاجه حصلت قبل حاجه، يعني حدث بدا الاول وبعد كده حدث تاني بعديه. طيب يعني باجي اقول ايه؟ باجي اقول مثلا انا لعبت كوره وبعد كده روحت البيت، يبقى انت ايه اللي عملته الاول؟ لعبت كوره. طيب ده في الماضي، وبعد كده ايه؟ روحت البيت، ده في الايه؟ في الماضي برضو، بس ده الاحدث، فده الاحدث دوت ماضي بسيط، والاقدم دوت اقدم واحد دوت ده ماضي تام. طب لما اجي اقول انا ذاكرت وبعد كده رحت النادي، يبقى انت ذاكرت الاول يبقى ده ماضي تام، وبعد كده رحت النادي ده ماضي بسيط، والحدثين متفقين ان هما في الماضي. كمان التكوين بقى بتاعه، التكوين بتاعه ان انا بستخدم الفاعل، اي ضمير من ضمير الفاعل، اي او هي او شي او ات او هي او زي او يو، وبيجي بعديهم هاد، بيجي بعديهم هاد، وبيجي بعد هاد التصريف الثالث. تمام، التصريف الثالث من الفعل. طيب زي ما لو بلاي التصريف الثالث بتاعها بلايد، فاقول اي هاد بلايد وكمل الجمله بتاعتي عادي. طيب ده بالنسبه للماضي التام. الموضوع المضارع التام ده بيكلمنا عن حاجه هي لسه حاصله من فتره بس مش مكمله الماضي، فانا مش هحطها ضمن الماضي، فهحطها ضمن الماضي المضارع التام، ضمن المضارع التام. طيب يبقى بستخدمه في ايه بقى المضارع التام ده؟ المضارع التام دي بكل بساطه بستخدمها في ايه؟ ان انا بقول بستخدمه ازاي، او التكوين بتاعه بقول الفاعل اي او هي او شي او ات او ايا كان الفاعل، وبستخدم هاف او هاز، وبيجي في الاخر التصريف الثالث. التصريف الثالث، لاحظ ماضي تام خدنا التصريف الثالث، مضارع تام خدنا الفعل في التصريف الثالث. عاوزك تحفظها بالطريقه ديت علشان تعرف تربط الحاجات ديت ببعضها. طب انت عارف الحاجات دي متربطه ببعض ازاي؟ طيب يبقى بقول الفاعل، الفاعل طبعا عندي انا هاف بتيجي مع اي و ووي وزي ويو، يو هاف، وي، زي، اي هاف، كل ده بياخد هاف. وبقيه الضمائر بتاخد هاز، she has، it has، he has، كل بقيه الضمائر بتاخد ايه؟ هاز. تمام. طيب اللي بيجي بعد هاز ايه؟ اللي بيجي بعد هاز التصريف الثالث للفعل، التصريف الثالث للفعل. تمام. تمام. طيب زي ما اجي اقول مثلا I have played، طبعا played عشان احنا played دي اصلا التصريف الثالث. I have played football، انا لعبت كرة قدم. بس افهم من كده ايه؟ لما حد يقول لك كده تفهم ايه؟ تفهم ان هو لسه دلوقتي كان حالا كان بيلعب كوره، يعني هو لسه دلوقتي كان بيلعب كوره، يعني لسه الحاجه دي حاصله دلوقتي يعني، او من فتره قليله جدا يعني. تمام. فده بالنسبه للمضارع الايه؟ المضارع التام. طيب هنا يتبقى بقى هنا سؤال، واللي هو ازاي اعرف كل زمن، او يعني هو مش بسميها كده بصراحه، بسميها ازاي انك تطلع كل زمن، يعني ازاي انك تطلع كل زمن، او حاجات وسائل كده، كلمات معينه بتساعدك ان الزمن ده ايه، تعرف ان هو ده الزمن. طيب تعالى كده ناخد الايه؟ الماضي البسيط. الماضي البسيط معلش بقى ايه؟ الماضي البسيط، الماضي البسيط بستخدم فيه اليسترداي ويك، يسترداي او لاست ويك، لاست مانث، لاست يير السنه اللي فاتت، او يسترداي امس، او وانس ذات مره، او ان ذا باست، او ago، او one day كان في يوم، او once upon a time، او in 2009 1990 مثلا، في 1990. فالحاجات دي هتلاقيها مكتوبه بشكل كبير جدا في اي ورقه، في اي ورقه يعني، بس انا هقولها لك برضو ايه يعني. في زمن المضارع البسيط، زمن المضارع البسيط الكلمات الداله بتاعته سريعا كده وهي always، always دائما، و usually عاده، و sometimes احيانا، و often غالبا، و rarely نادرا، و never ابدا، و every day every week every month everywhere كل سنه كل شهر كل عام، each day each week each month each year كل يوم كل اسبوع كل شهر كل سنه. تمام. دي بالنسبه لكلمات المضارع البسيط. زمن الماضي البسيط قلناها خلاص. المستقبل،
زمن المضارع المستمر الكلمات الدالة بتاعته هي now الآن و at the moment في تلك اللحظة و look و listen و today و be cute و this day في هذا اليوم this week في هذا الأسبوع و at the present time في الوقت الحالي. وممكن بستخدمها يعني في ايه في افعال الامر لما يكون خلي الواحد اقول له مثلا watch out احترس او be careful كن حريصا. تمام، ده المضارع المستمر. هو عندنا as soon as بيجي بعدها ماضي تام وبيجي قبلها ماضي بسيط، وعندنا no sooner بيجي بعدها ماضي تام وبيجي قبلها ماضي بسيط، وعندنا till و until بيجي بعدها ماضي تام وبيجي قبلها ماضي بسيط منفي. الحاجات دي مش هتلاقيها مكتوبه في اي ملزمه غير بقى اما لازم بقى يعني واحد بضمير بقى اعملها. till و until بيجي قبلها ماضي بسيط منفي، تمام، وبيجي بعدها ماضي تام. تمام، وهاردلي وسكارلي بيجي بعدها ماضي تام عادي جدا وبيجي قبلها ماضي بسيط، وافتر بيجي بعدها ماضي تام عادي وقبلها ماضي بسيط. اما بقى خد بالك من دي بقى، ان باي ذا تايم وبيفور بيجي بعدها ماضي بسيط وبيجي قبلها ماضي تام عكس. تمام، لان افتر يعني بعد وبيفور يعني قبل، ماشي، وباي ذا تايم يعني قبل. تمام، ففي اختلاف هنا في حاجه قبل او بعد. لو انت مركز قوي في الحته دي كده او فهمت اللي انا قلته لك، الماضي زمن الماضي التام احنا بنكونه ازاي، ان حاجه حصلت قبل حاجه اقدم من حاجه، فهتفهم الحته دي كويس باذن الله. كلمه وين بقى بسميها المرنه بتاعت الكلام ده كله. وين دي بيجي بعدها ماضي تام ماضي بسيط زي ما انت عايز قول، وبيجي قبلها ماضي تام او ماضي بسيط زي ما انت عاوز تقول. وين دي المرنه بتاعت الكلمات الداله دي هتلاقيها مكتوبه اصلا في اي ورقه بربع جنيه هتلاقيها مكتوبه. ف لكن الحاجات المعينه او التفاصيل ديت قليل قوي لما هتلاقيها. طيب كده احنا قلنا الكلمات الداله بتاعت كل زمن. يتبقى لنا طبعا ما قلناش اللي هو السؤال ازاي نسال في كل زمن وازاي ان انا انفي كل زمن. بص، في حاله السؤال كل الازمنه بلا استثناء، انت في حاله السؤال بتجيب الفعل المساعد دوت اللي احنا اللي هو التكوين بتاعه بتجيبه في الاول، يبقى انت كده بتسال. طيب وعشان انفي في كل الازمنه، علشان تنفي الفعل المساعد دوت اللي هو التكوين بتاع الزمن بنحط not، زي مثلا had قول had not have haven't has not. تمام، او بلحمها على بعض. ده في حاله النفي، ما عدا زمنين مهمين، وهو زمن الماضي البسيط وزمن المضارع البسيط، ليهم شكل خاص او ليهم حاجه خاصه كده في النفي. ايه هي؟ زمن المضارع البسيط اولا بزود فيه does و do. فلما باجي انفي فيه بقول don't او doesn't. تمام، طب بستخدم do امتى و does امتى؟ بستخدم do في الجمع اللي هو we و they و you do، و I بتيجي مع do. اما she وهي وات بيجي معاها does او اللي بيتحط له اس بمعنى اصح في زمن المضارع البسيط بيجي معاها does. في حاله السؤال فانا بجيب do او does، بجيبها في الاول بقدمها على الفاعل عادي جدا، وبيبقى بحاله السؤال بهل. تمام، وفي الماضي البسيط قلنا في الماضي البسيط هو بنستخدم did مع كل الافعال، مع كل الفاعل I او هي او she او it اي فاعل بستخدم did في الاثبات. ولما باجي اسال او لما باجي انفي بستخدم did not، ولما باجي اسال بجيب did في الايه قبل الفاعل. تمام، فبقول ايه did وبكمل بقيه الجمله عادي جدا. وفي النفي بقول did not. دول الزمنين الوحيدين اللي يعني الشواذ في بقيه الازمنه كلها. في النفي انا بضيف نوت، وفي السؤال بجيب الفعل المساعد في الاول عادي جدا. ولكن الزمنين دول اللي هو الماضي البسيط والمضارع البسيط في حاله النفي والاثبات فانا بستخدم دو وداز. في المضارع وديد في الماضي. تمام، وبكده نبقى انتهينا من الفيديو. يا رب طبعا يكون الفيديو عجبكم وتستفادوا منه اكتر استفاده. ودي طبعا كانت اهم الازمنه. طبعا ما اتكلمناش عن زمن المستقبل، ده هنخليه لوحده عشان ده ليه حاجه يعني ايه، ليه شكل خاص كده. انا بقول لك الحاجات ديت علشان دي يعني تربطها ببعض بشكل كويس باذن الله. ولو في اي حاجه او في اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش طبعا دعواتكم ليا ودعمكم ان شاء الله. ودمتم بعافيه وبصحه وبخير، ورمضان كريم علينا وعليكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.